السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معانا في فيديو جديد إن شاء الله. النهاردة أنا عاوز أتكلم عن موضوع كده قبل انطلاق مباراة أسبانيا وألمانيا. يعني أنا واحد من ضمن الناس اللي كنت معجبين جدا بمنتخب ألمانيا. كنت بحس إن منتخب ألمانيا والبرازيل هم اللي محتكرين كأس العالم. يعني لما تشوف الإحصائيات والكلام ده كله تلاقي منتخب ألمانيا والبرازيل في حتة تانية، ده 5، ده ترتيبه 4 بطولات بعديه في الأهداف اللي ليه واللي عليه والفوز والوصول للنهائي والقبل النهائي، تلاقي الاتنين متقاربين، تلاقيهم محتكرين البطولة. بس بعد الحركة البايخة اللي عملها منتخب ألمانيا في مباراة اليابان، اللي هي التكتيم الفني وتدعيمه للشواذ، طبعا دي خيبة. يعني أنا مش هقول بقى منتخب مش رجالة زي ما الناس بتقول، لا دي دي نظرة كده اللي ربنا أراد يعني يورينا عجائبه في المباراة ديت، اللي هي تخسر من اليابان 2-1. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يعني النهاردة أسبانيا هتكتسحها، مش هتكتسبها، هتكتسحها، ويكون أول منتخب رسميا كده طلع مع قطر. يعني بصراحة لا، منتخب بسكليتات أو العجل أو الخيبة، وتطلع وزيرة وزراء ألمانيا وهي قاعدة مع الفانتينو في المدرجات وهي لابسة علم المثالية. ايه يا عم الخيبة اللي احنا فيها ده على رأي ابو تريكة لما كان قال الكلمتين على بين سبورت زمان. الراجل ده بركة والله. انا مش عارف الناس دي تستبيح الحاجة دي ازاي. طب لو جينا بصينا كده من ورا شوية، يعني لو لا مش ورا، يعني ما تفهمش غلط، يعني لو رجعنا لورا شوية يعني كده وبصينا يعني في الخمسينات، كانت ليه؟ طب ما كانت اوروبا وامريكا والكلام ده في الخمسينات كانوا بينفوا الموضوع ده، ليه دلوقتي يعني بقى ده حاجة عادية عندهم؟ في الدوري الإنجليزي تلاقي جيم فارد في اللي بيلعب في ليستر سيتي كسر قبل كده، وهما بيحتفلوا باليوم اللي هو بتاع الشواذ ده، كسر العالم دي. يعني في ناس مش بنقول أوروبا كلها، يعني في ناس شواذ كده. لما تبص تلاقي حاجة غريبة أوي، تلاقي تحس إن الناس دي عاوزة تمشي عكس المسلمين. يعني المسلمين يقول لك ده عادات وتقاليد وده حرام، لا يجي هما يقول لك لا ده مش حرام وكلام من ده. طب ما تيجي تبص لها من نظرة تانية، ممكن يقول لك ايه مثلا، ده عشان ايه؟ او يوفق راسين في الحلال انهم احسن من ما راجل يتجوز ست ويخلفوا رجاله، بعد كده يخلفوا رجاله وستات، او انهم بيظبطوا حالهم مع بعض وبيوفروا لنا في الانجاب. لا طب ما وتيجي مثلا ممكن تبص لها من حته تانية، والله يقول لك ايه مثلا، يقول لك ايه، اهو بنجرب يا عم نشوف ايه الدنيا ديت. انت امريكا واوروبا دول متفتحه، فنجرب نشوف هي ايه يعني. ما يمكن تكون متعة وتكون حاجة حلوة. فدي حاجة غريبة. فتيجي انت في منتخب ألمانيا تعمل كده؟ لا، انت منتخب ترتيبك ايه بالنسبة لناس كتير، التاني او التالت او الرابع على العالم. ما ينفعش انت تعمل وتكمم. يا عم انا لو راح منتخب وهقول لي كمم، يعني انا راح بمثل منتخب مصر ويقول لي حط ايدك هنا او رجلك هنا واعمل كده عشان تلعب ماتش وانت عندك مبادئ تانية؟ لا يا عم، يغور المنتخب على كأس العالم على الدنيا دي كلها. فين هنا؟ فين تفكير هنا؟ فين؟ الا لو هم اصلا كانوا كده، يعني هم كلهم منتخب سيكو سيكو، يعني انت فاهم ازاي؟ فده عادي بالنسبه لهم. فبصراحه انا ضد اي حد يشجع منتخب المانيا. وان شاء الله ان شاء الله النهارده اسبانيا هتعمل مفاجاه ويكون يعني اول منتخب اوروبي بره خلاص كده، بره كاس العالم. ولو ان انا كنت مرشحه يطلع نص نهائي ودور 8 بالمستريح، بس لا، انت ما تجيش تفرض علينا حاجه. يعني قطر بسم الله ما شاء الله عملت حاجات كتير من الاذان وقراءه القران، وناس بتهتدي هناك على ايديها وتعليم صلاه وافتتاح هناك ودنيا وحاجات حلوه، وكل حاجه قطر عاملاها حلوه. لا انت تيجي انت جاي بيتي تمشي زي ما انا عاوز، قول لها ما فيش خمره، ما فيش خمر، ما فيش شواذ، وتلاقي اللطخ كده، عيل لطخ من دونهم داخل كده وداخل لي بالطاقيه ولابس البتاع بتاع الشواذ. ايه يا عم انت رايح فين يا عم؟ إيه الناس دي؟ ايه يقول لك تحضر وتمدن؟ يا جماعة أنا بدعم، أنا مش مع أي حد بيدعم منتخب ألمانيا اللي هو مش دعم يعني في المثالية، لا اللي هو يشجعه في كأس العالم. لا، ألمانيا إن شاء الله باي باي. وإن شاء الله إن شاء الله أي حد، أنا مش هيفرق معايا، إن شاء الله كوستاريكا تطلع واليابان، بس ألمانيا إن شاء الله مش هتطلع دور ال16. وده كل ما لدينا في الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.